أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأما صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجة حلوة على عيونكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيلي بقى لايك من ايدك الحلوة، ولو لسه اول مرة تشوفيني اشتركي معايا ونوريني، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوة تحت الفيديو. ربنا يا رب يخليكم ليا ويبارك لي فيكم ويسعد لي قلبكم، امين يا رب العالمين. هنا بقى كنا يوم الوقفة. عايزة اقول لكم ان احنا قبل الوقفة بيوم كانوا ماما واختي وبابا ونور حبيبي حبيبة قلبي كانت بتفطر عندي. فكنت ما صورتش بس كنا متجمعين الحمد لله قبل الوقفة بيوم. عملت بقى لازانيا وعملنا كنافة وعملت جلاش باللحمة المفرومة، وكنت عاملة حاجات حلوة كتير وسمبوسة وبطاطس محمرة. مرضتش اصور، حسيت ان اليوم حلو كده عائلي وما كنتش حابة ان انا اصور بصراحة. فاتجمعنا بقى كده وقضينا اليوم مع بعض. وبعد كده اختي الله يكرمها غسلت لي شويه مواعين. اتفضل بقى الصواني اللي هي عايزه تتغسل تتنقع مش عارفه ايه الكلام ده كله. ونزلت جبت حاجات مع ميكي من السوق وجينا. بصوا كان يوم حلو الحمد لله. وفضلنا مع بعض لحد بالليل خالص، فضلوا قاعدين عندي ونزلنا بالليل خالص يعني. تقريبا الساعه 12 بالليل. المفروض كانت ملوكه عايزه تعمل شعرها، وكانت عايزاني اروح معاها، فجينا نروح لقينا زحمه. فتاني يوم بقى راحوا كوافير تاني. الصبح نزلوا هما التلاتة البنات. ملك كانت عماله تحايل عليا اروح معاها، والنبي يا ماما اعملي شعرك. قلت لها والله انا نفسي اعمله فيلر تاني لانه هو كان حلو جدا بصراحه. عايزه اقول لكم كان رائع، بس خلاص عشان شعري طول فالجذور طلعت وانا كسلت. بقيت كل شويه اكلم الكوافير انا جايالك، تقولي طيب خلاص يلا بينا عشان اعمل الجذور وما بروحش وطول. الحمد لله. المهم بقى الحمد لله يعني قلت اظبط الدنيا. هم راحوا البنات الصبح نزلوا، وانا بقى يعني ايه على قد ما قدرت عملت البيت، عملت اوضتي، عملت اوضه مازن، عملت اوضه ملك، خلصت الدنيا كل الكلام ده. ولقيت ماما بتكلمني الساعه 3 كده بتقولي بصي انا جايبه فطار وجايه. قلت لها ماما النهارده الوقفه، ما احنا قلنا لكم باتوا معانا امبارح. قالت لي لا انا جايبه اكل وجايه. هي سمعت صوتي لان انا فعلا تعبانه جدا. هو مش برد على فكره، هو حساسيه. مشكلتي ان انا جيوب الانفيه، حساسيه جيوب انفيه بتنزل حساسيه صدر على طول. فكنت مرعوبه الصراحه، بس كان لازم اعمل بيتي. ما انا مين هيعمل؟ طيب ما انا لازم اخلص. بص انا مغيرتش ملايات، الدنيا زي الفل، ما غيرتش حاجه بصراحه قوي. يعني غيرت عند الولاد، انما عندي انا ما غيرتش الملايه لانها كانت نظيفه جدا ما فيهاش حاجه. فان شاء الله بقى ربنا يسهل نشيل اللحاف ونظبط الدنيا بقى. بس فكنست كده الارض، حتى والله ما شلت السجاد لان الحمد لله الدنيا نظيفه. كل اللي طالع ده طالع وبر من السجاد. نفسي ان شاء الله ربنا يكرمني. انا كلمت استاذ محمود اللي هو عامل لي الركنه، قلت له انا عايزه اعمل السرير كابوتونيه. قال لي بس كده عينيا الاتنين، شوفي هتجيبي قماش امتى وعايزه لون ايه. انا اقترحوا عليا الوان، بس انا طالبه معايا بصراحه ان انا اعمل معايا اوف وايت. الاوف وايت مع الابيض هيبقى حلو جدا. هتحطي بقى ملايات سرير احمر اخضر اصفر اسود هتبقى حلوه. مهما بيضتي ومهما لونتي ومهما دهنتي في الحيطان والسراير، بصي خلاص الاوف وايت مع العفش مع الابيض هيبقى حلو جدا. فاقترحوا عليا هيبقى حلو الاوف وايت ولا ايه؟ مش حابه درجات ولا بني ولا كشمير لانها هتقيد في ملايات وهتقيد في سجاد وحاجات كده. لا انا عايزه اجيب اعمل اوف وايت الكابوتونيه مع الاوضه بيضه. وبعد كده العب بقى في السجاد، اجيب بقى مع الستاير احمر اخضر اسود براحتي. هنا بقى طلعت خلصت اوضتي وقفلتها، وخلصت اوض الولاد وقفلتها. ومازن كان عنده درس، والله ماما جت يا بنتي يلا بينا. والله جت عشان تاخدنا. قلت لقيت مازن اصلا عنده درس، كان عنده درس بالليل. بس يا حبيبي عشان جده وسته جم قال لهم طب بصوا هخلص الدرس واجي اقعد معاكم شويه ساعه الفطار وارجع تاني للدرس التاني. فالحمد لله يا رب يقوينا ويعيننا ويهديهم ويصلح حالهم ويكملها على خير السنه دي يا رب. ادعوا لي يا بنات بالله عليكم، ادعوا لي وادعوا لولادي قوي. كل اللي بيحبني من قلبه بجد، وكل دعوه حد هيتمناها لي ربنا يديها له اضعاف اضعافها، امين يا رب العالمين. بس فكنت لازم انزل اروح. والله اختي واقفه عملت اكل، يعني عملوا بسله وعملوا فراخ وبتاع. فحتى انا يعني ملك كانت نايمه، راحت بقى الكوافير مع اخواتها ورجعت نامت. ظبطت انا بقى البيت وظبطت الدنيا. لقيت ماما جايه، والله حرام
بس كان عندنا درس زي ما قلت لكم. المهم ايه، قلت طب خلاص، مازن قال لي طب بصي هخلص الدرس تعالي نروح ساعة الفطار ونرجع تاني، قلت له ماشي. بس هو ما بياكلش البسلة اصلا. عملت له انا هنا اكل كل، ونزلنا رحنا لهم. قعدت معاهم، حتى هم كانوا مستنيين يعني. قبلها بيوم كانت نور يا روحي عبال ما جت من السفر وكده جت عليا. جاي الساعة كام؟ جايين الساعة 7:30 تقريبا. فراح بابا عامل لي ده بصي احنا هنستناكي زي ما استنينا نور بنت اختك امبارح. قلت له خلاص ماشي. فخلصنا الدرس، كان لقمة بسرعة بسرعة، كان عندي اكل اكلته بسرعة. وملك نفس القصة كانت قوام، ونزلت انا فضلت صايمة لحد لما رحت انا فطرت بقى مع ماما وبابا واختي. سامحوني بقى على الخنفان، انا مناخيري مقفولة بصدري بزوري بكل حاجة مقفولة. والله العظيم مش عارفة في ايه، بس دعولي الحمد لله. بس مين لازم نقوم ونخلص ونظبط دنيتنا ونخلي بيتنا زي الفل. انا كنت لسه عامله معاكم ريسبشن، بس ما كنا قاعدين امبارح وسهرانين نازلين الساعه 12 بالليل. والله من عندي بابا مروح متاخر قوي يا دوب على التهجد في العمريه. روحوا يا دوب على المسجد، وانا والبنات نزلنا. مازن دخل بقى قال لي هنام لحد السحور لما تيجي. قلت له لا اتسحر قبل ما انزل. والله عملت له لقمه كلها قبل ما انزل عشان خاطر لما ارجع عارفه ان هو هيكون نام. بس خلصت الدنيا وخليتها زي الفل الحمد لله. ما كانش فيه حاجه، هي بس الارض كانت عايزه تتكنس مكان الكفرات. الكفرات دي بتلم وبر برضو زي السجاد التخين ده العالي. ومكان ما كنا بقى قاعدين براحتنا اكلين كنافه ومتغديين ومش اللي احنا كنا فاطرين بره على السفره. بس مكان الولاد ما قعدوا وكلنا حاجه حلوه مش عارفه ايه الكلام ده كله طبيعي يعني. بنفتح البلكونه شويه تراب مش عارفه ايه كل الكلام ده. بس الوقفه بتاعتنا كانت خفيفه ظريفه لطيفه ما فيهاش اي حاجه. الحمد لله الحمد لله. انا مظبطه الدنيا معاكم ومخليه الدنيا زي الفل. انتوا كنتوا حاضرين معايا ريسبشن وعاملاه معاكم، بس برضو كان لازم اكنس. ما شغلتش المكنسه اللي بالكهرباء ليه؟ لان انا حسيت ان انا السجاد عايز آم، يعني ايه مش عارفه اقولها لكم ازاي، هي بتتقال ازاي مش عارفه. بس كان لازم يتكنس كده يعني، اللي هو اشيل طبقه يعني اعمله كده بالسجاد بالمكنسه يعني. بس فقلت بقى اظبط الدنيا. عايزه اقول لكم والله بسجل لكم دلوقتي، والمفروض ان انا مستنيه عمتنا بقى. عمتنا وعمتنا وعمنا المفروض ان هم جايين. فربنا يسهل الحال يا رب. ربنا يجمعنا على خير مع حبايبنا واهلنا وكل صحابنا وكل الناس اللي بنحبها يا رب. شكرا لكل حد بيبعت لي، وشكرا لكل معايده حلوه من حد بعتها لي. شكرا ليكم بجد. لما بقابل حد فيكم بجد كمية الحب بتبان في عينيكوا. ربنا يخليكوا ليا يا رب وما يحرمنيش منكوا ابدا. قابلت النهارده اخت زي السكر، اختي وحبيبتي ومتابعتي من اسكندريه من هنا. قابلتها في المرسى بالعباس لما كنا بنصلي. عايزه اقول لكم والله كان نفسي اقف معاها اكتر من كده، بس والله انا مش عارفه اقول لك ايه. شكرا شكرا على اهتمامك وحبك وان انت اصلا اهتميتي تسلمي عليا. شكرا بجد. ومامة جنى قابلتها برضو في سفر يا روحي يعني. دي بصوا هي اللي كانت بعتلي كادو. كانت عامله لي البرواز اللي هو كان فيه صوري، واللي هو الكبير المربع ده. كان تحفه بجد بجد كان تحفه. من 3 سنين تقريبا او من 4 سنين حاجه كده. فبجد شكرا يا جماعه ربنا يخليكم ليا. قابلتني في سفر وانا رايحه اودي ملك سانت هيلانا المستشفى. الف سلامه عليها. قلت لها الله يسلمك والله. طب ملك عامله ايه؟ قلت لها بصي ماشيه في ايد جدها هي راحت تقيس الضغط. الحمد لله الحمد لله. ربنا يا رب ما يجيب لناش حاجه وحشه ابدا، ويشفي لنا اولادنا ويشفي لنا يا رب اهالينا ويشفي كل مريض يا رب العالمين، ويرحم امواتنا جميعا يا رب، ويجعلهم في اعلى درجات في الجنه يا رب. بس قلت اكنس بقى كده ايه مكان ما كنا بنفطر على السفره. انا كنزه تحت السفره، بس برضو يعني وارد. عارفين القطه كمان ساعات بتاخد حاجه ببقها تلعب مش عارفه ايه. واحمد امبارح جه ربنا يكرمه يا رب. كان بيعمل سلك النت. هو مشتغلش قوي المازن، بس كان بيوصله له من الراوتر لحد جوه عنده في الكمبيوتر بتاعه. كان محتاجه فما اشتغلش اصلا يعني لحد الساعه 1 بالليل يا عيني شغال فيه وما اشتغلش. فالحمد لله الحمد لله. قال له بعد العيد هجيلك يا اما تاني او تالت يوم العيد. قلت له خلاص ماشي. بس فقلنا ننجز بقى كده. وكان في بقى مكان سلك متراب مش عارفه ايه كده. وبعدين عندي مدرسين ساعات بيخشوا بالشوز. في حد بيقلع جوه، في حد بيدخل جوه خالص لحد مازن بيها. فربنا يهديهم يا رب ويصلح حالهم. فهعمل ايه هعمل ايه، هي سنة وتعدي خلاص. فاضل شهرين يعني. فاضل خلاص اللي هو شهر بقيت 4 و5 و6.
يعني 3 شهور، 3 شهور ان شاء الله، ربنا كريم يا رب يعدوا على خير. ملوكة فاضل لها شهر ونص ونخلص خالص اعدادية وندخل ثانوي. والله مش مصدقة، سبحان الله الأيام جريت والدنيا جريت الحمد لله كله من عمرنا. بس عارفين والله حاجة حلوة لما تشوفيهم كده بيكبروا، ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويكرمنا فيهم يا رب، اللهم امين. بس عايزة اجيب كفر للطرقة برضو، لان الكليم ده اللي هو البني تقيل شتوي، مش زي التركواز اللي بره، اللي جوه تقيل. يعني تحس ان هو ايه، رجلك بتغرس فيه كده. فعايزه اجيب ان شاء الله، وانا عندي والله سجاده للطرقه بس مشجره قوي، يعني اللي هي الكوليكشن دي بني في مش عارفه ايه في ايه في ايه، فانا مش حابه حاجه حاجه مشجره. بس هشوف لو كده هطلعها، لان هي كانت حلوه بصراحه للطرقه، ما بتتحركش وكانت ثابته وحته واحده على بعض، فهشوف الدنيا ايه كده وهطلعها. على فكره ما بكلمش نفسي، هنا كان علي بيكلمني، كنت فاتحه فيديو. آه النهارده هو اجازه، كان برضو عندهم العيد النهارده، بس العيد عند رمضان عندهم 29 يوم بس. لان هم بادئين رمضان تاني يوم ما احنا كنا رمضان، يعني هو كان عندنا احنا تاني يوم وهو كان عنده اول يوم. سامحوني والله على صوتي، سامحوني على صوتي، بس ادعولي ان الموضوع ما يزيدش، بس الحمد لله الحمد لله والله. يعني مش معجبة بصوتي وانا خانفة، مش عارفة ليه. مش عارفة. الحمد لله. هنا بقى حطيت بخور، حطيت في اوضتي بخور، وحطيت هنا بخور، قلت عشان يعني ايه الدنيا تبقى حلوة بقى، وعمتنا عمتنا وعمامنا يجوا بكرة يلاقوا الدنيا حلوة. الحمد لله يا رب. هنا كنت على فكرة عملت الفيديو، نزلت رحت عند ماما، عند اختي، فطرنا ورجعت بقى كملت. هنا مازن دخل درسه، وملك قالت لي ماما، طب قلت لها بصي حبيبتي لو انتي تعبانه خشي نامي. فكانت عايزه تروح عند اخواتها مش عارفه ايه، قالت لي طب بصي خلصي. كانت بصوا واقفه فوق دماغي عشان تصبغ لي شعري، قالت لي والله لا اصبغ لك شعرك. المهم كنا جايبين صبغه، هي جابتها لي معاها وهي جايه من الكوافير الصبح، حكمت عليا قالت لي هصبغ لك شعرك، يعني هصبغ لك شعرك والله العظيم. المهم عملتهولي وغسلته وخلصت المواعين وظبطت البيت. وبالليل بقى نادين قبل الصلاة مفيش بساعتين 3 جت عملتهولي استشوار. قالت لي خالته، وقلت لها طب تعالي اعمليهولي، قالت لي خلاص انا جايلك. والله جت الساعة 1 نازلة من عندي، جت 1:30. يعني بابا جابها، جدها جابها. عملت لي شعري استشوار وبيبيليس، ونازله من عندي الساعه 2:30، يا دوبك هم نزلوا واحنا اتوضينا بقى ولبسنا ونزلنا على طول على الصلاه. بس انا زعلت قوي من الصلاه بصراحه، بجد والله العظيم زعلت جدا. احنا بعد ما رحنا نورهان كانت عايزه تصلي في قائد ابراهيم اللي هو في محطه الرمل، فقلنا خلاص تمام. بابا قال لي خلاص هجيب تنية كده صغيره وهأجرها ونروحوا كلنا مع بعض عشان ماما كمان وعشان الولاد وكده. قلت له خلاص تمام ماشي، تمام تمام يا سيدي. انا بصلي هنا في القائد ابراهيم، في اسمه ايه ده، في ام المؤمنين. قال لي لا عشان نصلي كلنا مع بعض. قلت له خلاص، وقلت عشان مازن يبقى مع جده، عشان يعني بابا مش هنا وبتاع، فعشان ما نبقاش يعني مازن لوحده، انا ممكن اصلي انا وملك مع بعض في مكان الستات. ما رضيتش مازن يصلي لوحده، قلت له لا عشان تبقى مع جدك. ففعلا ده حصل، فروحنا بقى مع بعض نازلين من البيت الساعة 4:30 تقريبا. بس فعلا زعلت جدا، لقينا مسجد القائد ابراهيم اصلا مقفول، قافلينه، وامن مش طبيعي، واقفين امن مش طبيعي. مدرعات وحكومة مش يعني مش فاهمة في ايه. الناس كلها كانت واقفة تعيط وواقفة زعلانة، وبجد كان حزن مش طبيعي عند مسجد القائد ابراهيم امبارح. زعلنا قوي قوي بجد ان احنا مفيش صلاة السنة دي، مع ان البنات كانوا مصلين السنة اللي فاتت هناك. فالمهم طلعنا بقى على فين، راح قلنا خلاص تطلع على المرسى بالعباس. ويا ريتنا ما رحنا المرسى بالعباس، اتاريهم قافلين البوابه اللي جوه وفاتحين مش عارفه. بصوا حوار طويل كده. بس الموضوع فعلا فعلا كان صعب جدا، اتبهدلنا اتبهدلنا حرفيا. ملك تعبت مني جدا، بس الحمد لله الحمد لله. هنا بقى شلت الكفر، عايزه اقول لكم وهو على الابيض حلو قوي، يعني غير ما هو على الاسود خالص، لونه على الابيض مفتح المطبخ. كان في حد كاتب لي تعليق، موني مين مبيض لك المطبخ؟ يا قلب يا قلب موني، انا اللي مبيضه المطبخ. انا اللي عاملاه، انا اللي دهناه، وانا اللي عاملاه، الحمد لله يا رب. بجد حلو قوي. وعلى فكره يا بنات اللي بيقول لي هيصفر لا خالص والله العظيم،
والله ما جراله حاجه. وديني على يدكم بعمل اكل وبعمل كل حاجه. انتي بس يعني حافظي عليه وامسحيه اول باول، وانا والله العظيم ما بمسح اول باول على فكره، عشان بس يعني ايه ما بقاش مثاليه يعني، والبت بقى ايه النظافه. لا على فكره انا زيكم بالظبط، وبيجي عليا ايام ببقى مش قادره اقف على رجلي، ويا دوب بخلص المواعين واكنس الارض وامسح مسحه كده واطلع اجري من المطبخ اصلا. هنا بقى كنت حاطه الحله دي على البوتاجاز كده، قلت عشان خاطر انا كنت عايز ترمس. قلت بقى لما انزل واجي ان شاء الله اجيب ترمس، وبرضه نسيت. انزل واجي اجيب ترمس وبرضه بنسى. هجيب بقى الصبح يعني، هخلص الصلاه ان شاء الله واجيبه وانا جايه واحطه، بس طلعت الحله بتاعته عشان اجهزه. وقلت الم المواعين والم كل حاجه والم المطبخ عشان ما يبقاش في حاجه اصلا. وكنت بكلم علي برضو، مش بكلم نفسي والله، هو كان قدامي على الموبايل، كنت حاطاه على الموبايل التاني بيكلمني على الماسنجر بتاعه، وكنا بنتكلم فيديو. فبيقول لي انا عايزه انام مش قادر، قلت له طب نام، قال لي طيب ماشي انا معاكوا شويه وبعدين هنام. بس مازن بعت جبت له سندوتشات، كان جعان، والبتاعه دي بحبها قوي، اللي هي باولو دي ولا بولا دي ولا اسمها ايه، اللي هي السوداني. بعشقها، فظيعه فظيعه فظيعه. قلت اكل كده واحده وانا واقفه. ما كناش اتغدينا، بس احنا فاطرين بقى يعني، احنا جبنا فول وفلافل من عند عم ابراهيم وكلنا وبتاع وظبطنا دنيتنا وشربنا شاي والدنيا تمام. روحنا بقى اتقلبنا كلنا نمنا. بابا وماما روحوا واختي والبنات ناموا، واحنا رجعنا بقى نمنا على طول. بس كان لازم اخلص البيت واظبط الدنيا قبلها بيوم. الكولر كان فاضي، قلت املى الازازه، بتبقى تقيله عليا بس حملاها. جبتي كحك منين يا موني؟ ولا جبت من العبد ولا جبت من الحمد لله؟ انا جبت يا جماعه من عند رامي سويت، على فكره حلواني اللي في السوق اللي هو رامي سويت ده والله العظيم جميل جدا ومش رخيص، ده الكيلو ب150 جنيه، اللي هو بالسمنه الفلاحي او بالزبده البلدي حاجه كده. ما رضيتش اجيب اللي هو العادي اللي بالسمنه العاديه يعني، لا انا جبت اللي هو الفلاحي. قلت بت عشان يبقى حلو للولاد، ما مش ناقصه يعني ايه وجع معده، هم تعبانين خلقه. جيت بقى هنا حطيت كل الكحك والحاجات دي على جنب، وقلت ان شاء الله لما عمتنا بقى وكده يجولنا، او بابا وماما بكره او كده، اطلع بقى منها في اطباق كده او صينيه واحط فيها في اطباق، وبدي كل واحد طبق في ايده بياخد اللي هو عايزه ياكله فيه عشان السكر والكلام ده. ونعمل بقى نسكافيه ونعمل شاي ونعمل كده ايه مشروباتنا الحلوه. بس قلت احط للولاد بقى المارشميلو والتوفي والحلويات بتاعتهم اللي انا جايباها. ف جيت احط الصينيه البني الكبيره خالص، حسيت ان هي كبيره قوي، اللي هي المقسمه دي اللي كانت كلها خانات كده، ما اعرفش، حسيت ان هي كبيره قوي قوي قوي. فقلت لا بنت، كان عندي الطبق ده كان جاي لي هديه متقسم كده، فحطيت الحاجات الصغيره في اللي هي البونبونيره اللي هي العمود اللي هي الطويله دي، الكاندي جار اللي هو الطويل ده المتقسم 3. حطيت فيه الكاندي البتاع دي اسمها ايه المارشميلو، وحطيت فيه التوفي وحطيت فيه البونبوني التاني. هنا بقى حطيت البسكوتات وحطيت اللي هي النوجة، ما جبتش نوجة والله، انا ما جبتش نوجة فعلا، نسيت برضو يعني. انا كنت واقفة عند المحل يومها وكنت فاكرة اجيب نوجة، وبرضو نسيت، مش عارفة، قلت اجيب ربع بس، يعني ايه ربع من كل حاجة، ما اعرفش، نسيت. وما جبتش لب، يعني انا مش عارفة مالي كنت تايهة والله. بفكر انزل النهاردة يعني، بفكر اسيب الفيديو يترفع وانزل اجيب حاجات وكده ولب وحاجات كده من تحت، واجيب حاجة ساقعة وكده عشان الجماعة لما يجوا. بس حقيقي حاسة ان انا مش قادرة حاسة ان انا مش قادرة، عايزة انام تاني. لان احنا جينا من الصلاة نمنا، حطيت الترمس كده اخد غلوة ونمنا. بعد كده قمت عملت بقى المازن اكل، بعت جبت سندوتشات، يا ربي انا ما عملتش حاجة. بعت جبت المازن سندوتشات وانا عملت كده، هوريكم دلوقتي كلت انا وملك ايه. يا بنتي قالت لي ماليش دعوة. المهم شلت بقى الحاجات اللي هي الزيادة دي، حطيتها في كيس كده، وقلت عشان اللي يخلص انا اطلعه مكانه. وشلته بقى كده على جنب، وهبدأ ان انا اطلع بقى كل حاجة في مكانها بره. حطيت هنا الكاندي جار ده، وحطيت البونبونيرة دي هنا كده على السفرة. الولاد انا ما عنديش انا يعني ابقى بص، لا انا ولاد اخواته ولاد اخواتي كلهم ولادي، اللي بيمد ايد بيفتحوا، هم بيخشوا بيفتحوا البونبونيرة وبيطلعوا الطفل اللي عايزينه، ما فيش انا عندنا الكلام ده. يعني انا عندي ملك ومازن في بيوت عمتهم وخالتهم، البيت بيتهم. خالته ياخد تقول لها ماما خدي انتي بتستأذني، عمته ياخد تقول لها ماما انتي بتستأذني. عند عمها نفس القصه، مرات عمها تقول لها انتي هبله بنت ما تمدي ايدك كده. ما عندناش احنا بقى يعني ايه نقدم واحنا اللي نمسك، لا 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 لا، انا عندي الولاد بيخشوا يفتحوا وياكلوا اللي هم عايزينه. فحطيت لهم كده نهايه السفره، عايزه اقول لكم مش قادره اشيلها والله العظيم ما قادره اشيلها. بس كان مازن عنده درس تاني جوه على فكره، يعني بعد الفطار كده احنا كان مازن عنده درس. صباح الخير، صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم، ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير.
وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطيك بقى لايك من ايدك الحلوه، ولو لسه اول مره تشوفيني اشتركي معايا ونوريني، وما تنسوش تعليقاتكم الحلوه تحت الفيديو. ربنا يا رب يخليكم ليا ويبارك لي فيكم ويسعد لي قلبكم، امين يا رب العالمين. احنا كده نازلين خلاص، هننزل بقى كده الصلاة. انا لبست كده البنطلون الواسع، احنا محترمين شاطرين. الفساتين اللي عندي الصراحة حاساها خفيفة شوية، فانا خايفة ابرد، يعني خايفة اسقع. فقلت ايه، لا يعني البس كده ايه البنطلون، لبست اللي هو الوايد ليج ده، ولبست عليه التيشيرت دي، ولبست عليه البرشلو ده. قلت عشان يبقى كله واسع كده. احنا رايحين فين؟ نورة عايزة تروح، نور عايزة تروح محطة الرمل. فقلنا وماله نتجمع كلنا ونروح. انا عندي اخوات جوزي عمتنا بيصلوا ناحية سموحة كده، وفيهم جنب تاني بيصلي ناحية ابو سليمان. احنا كل سنة بصراحة بنصلي. كنا في حطيبة اللي هو نور الاسلام، اللي هو عند القطر بتاع باكوس. بقالي 2 أو 3 تقريبا، ومن ساعة علي ما مشى كمان بنصلي في ام المؤمنين هنا جنبي في زيزينيا. بس السنه دي بقى ماما وبابا ايه جم عشان يصلوا معانا، ما وصلوش هناك في العمريه. فقالت لي لا يلا نصلي سوا، فقلت لهم خلاص يلا بينا. قلت عشان نبقى كلنا مع بعض. فاختي قالت لي هشوف تنية تاخدنا بقى كلنا مع بعض. عايزه اقول لكم الساعه كام؟ الساعه 4:30. اتوضينا هصلي الفجر دلوقتي حالا قبل ما انزل. البيت زي الفل، زي ما انا عاملاه معاكم، زي ما انا مظبطاه معاكم، والدنيا تمام. بس فيلا بينا. الاوضه عندي انا ما غيرتش الملايات على فكره، بس كله نضيف. اوض الولاد شلت الارض، ظبطت الدنيا، الكلام ده كله. بره زي ما وريتكم وعملت معاكم. بس يلا بينا نشوف بقى بقيه يومنا النهارده، وهنشوف هنعمل ايه. كل سنه وانتم طيبين. يلا يلا المحافظ جوه يا مازن، روح. هو فين؟ طلع يا حبيبتي خلاص. احنا جينا، عايزه اقول لكم احنا جينا على اختي. جبنا سندوتشات من عند عم ابراهيم اللي في سفر، عشان رحنا على سانت هيلانا قست الملك الضغط. كانت تعبانه مني قوي، بس الحمد لله يعني ايه اترفع شويه الحمد لله. بس فروحنا فطرنا. بعد كده جبت الولاد لان هم كانوا خلاص فصلوا. بعد كده رجعت تاني جبت ترمس لان ما كنتش جبت. قلت بقى بالليل ان شاء الله ابقى انزل اجيب لما ننام ونصحى. عايزه اقول لكم دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 10 خلاص مش شايفه والله. بس الولاد عندي بيحبوا الترمس، عيد يعني ترمس وحلويات وكحك وبسكوت فيعني مش عايزه يبقى في حاجه ناقصه، فاهماني؟ بس رحت بقى كده جبت كيلو ترمس. ده حلو مش مر، انا ما بحبش المر اللي هو البلدي، لا بيقعد كتير قوي على النار وتقعدي تغيري في ميه ومش عارفه ايه وفي الاخر بيطلع مر برضه. فجبت من اللي هو الحلو ده، قلت احطه على النار. عايزه اقول لكم احنا اتبهدلنا بجد، اتبهدلنا بمعنى الكلمه. اول حاجه ما كانش فيه اصلا صلاه في قائد ابراهيم، في مسجد القائد ابراهيم. معرفش ليه، يعني ايه الحكمه؟ امن وشرطه وحكومه والدنيا مقفوله. زعلنا قوي قوي بجد، بقينا ماشيين زعلانين والناس ماشيه زعلانه مش عارفين في ايه. طلعنا بقى، ما كانش قدامنا غير المرسي بالعباس. المهم رحنا زي ما انتوا شفتوا معايا كده، رحنا صلينا. بس بجد مهزله، انا زعلت قوي. احنا كنا اصلا بنصلي في نور الاسلام زي ما قلت لكم، اللي هو حطيبه. بس الفكره ان هو اتهد بسبب موضوع المترو والكلام ده عندنا في اسكندريه. فانا زعلانه قوي والله.
رحنا مرسى بالعباس، بس حقيقي حقيقي موضوع صعب صعب. مفيش نظام. لا لا، الدنيا مش حلوه، كله فوق بعضه. ما بقيناش لاقيين مكان، مش زحمه، مفيش نظام. يعني الرجاله بتعدي على الستات، يعني القاعه اللي بيصلوا فيها الرجاله المفروض يخشوا من قدام، بس كان المحافظ، الباشا المحافظ بتاع اسكندريه كان بيصلي هناك النهارده، فبالتالي كانوا قافلين القاعه، الباب بتاع قاعه الرجاله، فبيدخلوا الرجاله من قاعه الحريم اللي هو الحريم او الستات. فعايزه اقول لكم كان في مهزله بجد. يعني مش فاهمه ليه. يعني انت حضرتك محافظ على راسنا والله، انت المفروض مننا، يعني ما تخافش، يعني عادي عادي والله، حواليك حكومه وحواليك الدنيا كلها، ما تقفلوش الباب. يعني بقيت الستات تعدي على الرجاله والرجاله تعدي على الستات، حقيقي اتبهدلنا. لسه كنت بقول لهم من خرج من داره اتقل مقداره، انا بصلي في ام المؤمنين، ايه اللي وداني معاكم؟ بس الحمد لله اليوم عدى، صلينا ورجعنا، بس ملك تعبت مني جدا جدا، مش عايزه اقول لكم والله العظيم تعبت مني قوي، ضغطها واطي جدا. طلعت بيها على سانت هيلانا، بس كان في حادثه كده هناك، فما عرفتش اقيس الضغط. بس يعني بيتر هناك قاس لنا الضغط الله يكرمه. بس برضو لا، كانت تعبانه يعني. فالمهم والله الله المستعان. جبنا بقى سندوتشات من عند عم ابراهيم، وقفت جبت انا ودودو نادين ونور وملك ومازن روحوا مع جدهم، عشان كانت ملك تعبانه جدا. بس فطرنا وشربنا الشاي وظبطنا الكلام، وجيت بقى ايه، بابا وماما قالوا لي هنروح، فقلت لهم بصوا انا هروح بقى انام، عشان احنا عمتنا كمان جايين النهارده. قلت لهم هروح بقى عشان اظبط البيت الحمد لله احنا منضفينه مع بعض ومظبطين الدنيا سوا، البيت زي الفل، المطبخ زي الفل، كله تمام. ده اهم حاجه يعني. بس يمكن ما شلتش وحطيت قوي، بس والله الدنيا عندي نظيفه، يعني الحمد لله الدنيا نظيفه، ما كانش مستاهله ان انا يعني ايه اشيل من الاعماق تاني. اديكوا كنتوا معايا ومتابعيني، وبعدين شويه كده اصلا وهبدا اشيل حاجه رمضان. اللي سالني صح، موني ما شلتيش حاجه رمضان، انت بتنضفي للعيد او بتظبطي للعيد ليه؟ انا ال3 ايام العيد بسيب حاجه رمضان زي ما هي، بما ان العيد اللي هو الفطر ده هو عيد رمضان اللي بيجي بعد رمضان، فانا ما بشيلش زينه رمضان، بفضل سايباها زي ما هي، ما بشيلهاش. بس بحب احتفظ بيها، بحب لما حد يجيلي يبقى لسه في بهجة رمضان في الموضوع، ان هو عيد، مش شلت الحاجة بتاعته يعني. بس كده كده بقى ايه، هننضف تنظيفة تانية اليومين الجايين، اللي هو بقى لما نشيل حاجة رمضان ونلمع الدنيا ونظبط الكلام والكلام ده كله. بتوع الريسبشن زي ما انتوا شفتوا، لسه مظبطه الدنيا جوه في الريسبشن كلها لما جبت الركنه، فبالتالي ما عنديش حاجه يعني. هغسل بس الترمس، انا لازم اعمله. هما الولاد دخلوا ناموا، ملك خلاص اهي بتنام، ومازن خلاص دخل نام. كان عنده يعني درسين النهارده والله، رياضه وفيزياء حبيبي، فالموضوع صعب عليه قوي، الله يكون في عونه ويقويه ويعينه يا رب، لان مفيش دروس في العيد، فكانوا ضاغطينه النهارده في الدرسين، كتر الف خيرهم طبعا. بس فهم بيحبوا الترمس، فانا عايزاهم يصحوا يلاقوا الترمس بتاعهم كمان معمول زي ما انا حطيت لهم البسكوتات والحلويات بتاعتهم والكلام ده كله. والله ابنك لو بقى عنده 30 سنه 40 سنه، يعني انا لما بروح عند امي والاقي بقى حلويات وامد ايدي واخد اخطف منها ومش عارفه ايه، بتحسي بالبهجه وبتحسي بلمه البيت دفى العيله كده، فاهمين؟ بس فربنا كريم يا رب، ربنا كريم. هحط بقى الترمس ده، انا بس بنقيه، هشطفه شطفه حلو وهحطه على النار، هغسله غسله حلوه قوي ينزل كل التراب اللي فيه، وبعد كده هحطه على النار. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ودايما متجمعين مع حبايبكم ومع اهاليكم ومع اصحابكم ومع كل الناس اللي بتحبوها يا رب، وما يفرقكم ولا يبعدكم ابدا 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 ابدا. وكل اللي ليه حد مسافر يرجع له بالسلامه، وكل اللي ليه حد توفى الله يرحمه ويحسن اليه يا رب، ويجعله في اعلى درجات في الجنه، امين يا رب العالمين. بس هغسل بقى الترمس واحطه على النار، حاول ما اغير واتوضى واصلي ركعتين الصبح، واقعد كده مع نفسي شويه، عشان حاسه ان انا عايزه اخد بريك، هدوء. انا لو هنام ساعتين مش مشكله، بس عايزه اقعد في شويه هدوء، لاني بجد تعبت قوي النهارده قوي، وما كناش نمنا وما خدتش برشام السكر بتاعي. بعد الفطار هاخد برشامه السكر وهقعد كده مع نفسي، ممكن اشغل التلفزيون قدامي شويه او ابص على النت، بس حقيقي حقيقي انا مش عايزه اعمل اي حاجه. انا عندي لعبه كده على الموبايل بحبها قوي،
وصلت فيها لمرحلة تقريبا 900 حاجة و60، 900 حاجة و70 حاجة كده. لعبة الكراسي دي وبتقعدي الولاد حسب الألوان بتاعتها، فيها تركيز وذكاء بنسبة عالية جدا. فأنا بحب الحاجات اللي بتشغل الدماغ، لأن أنا ساعات بحس إن أنا دماغي بتقف. والله العظيم بجد. ف بحاول ان انا يعني العب العاب تكون ايه بتحرك الدماغ شويه. بس خلصت الترمس هروح اغسله واحطه على النار. خليكم معايا بقى نشوف اليوم ايه، هنكمله مع بعض ازاي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم الحمد لله خلصت. انا المطبخ عاملاه النهارده على فكره، يعني المطبخ عملته الصبح بعد ما حطيت البتاع على النار اسمه ايه ده الترمس. عملت المطبخ، ما كنتش عامله المطبخ امبارح، كنت عامله الشقه وظبطتها وبتاع. وجيت بالليل بقى راحت ملك قالت لي لا تعملي صبغه، وراحت نادين جايه تعمل لي شعري. فالمهم انا ما عملتش المطبخ امبارح بالليل بصراحه، عملته بقى النهارده بعد ما رجعنا من الصلاه. بس كده الشقه زي الفل. ولعت النور بتاعنا، ظبطت الكلام، لميت، حطيت الكولر، حطيت اكل اللوزه، لميت المطبخ زي الفل الحمد لله. خلصت الترمس، لميت الباسكت بتاعي وطلعته على الباب، الحارس طلع اخده. الدنيا زي الفل الحمد لله. يا رب احمدك واشكر فضلك. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. ودايما متجمعين ودايما مع بعض ودايما سوا ودايما يا رب يا رب، دايما مش ناقصنا اي حد. الحمد لله. ربنا يا رب يكفينا شر اي حاجه وحشه ومستخبيه يا رب. الحمد لله على كل حال. بس لوزة قاعده فين، عايزه اوريكم الجمال. والله بصوا انا فرحانه، يعني انا لما ببقى البيت كده رايق ونظيف وكل حاجه في مكانها مش مكركبه، لا ببقى فرحانه بجد. وطول ما ايدي ربنا مديني الصحه وايدي كده في الحاجه وايدي في الشقه ببقى مبسوطه. فعلا فعلا لما ببقى تعبانه او ما بقدرش اعمل حاجه ببقى زعلانه جدا، بس هعمل ايه، الحمد لله. اوقات كده واوقات كده. وهنا خلصت كمان اهو الترمس، معرفش بنساه ليه. كنت هقول عدس، معرفش عدس ايه. المهم هنا جيت اجربه، انا غليته غلوه الصبح، وقفت كده غسلت المواعين ولميت الدنيا وكنست الارض وظبطت الدنيا في الفيديو زي ما وريتكم. وعبال هو ما غلى وخلص. بعد كده طفيت عليه ودخلت نمت شويه. ولما قمت بقى كملته وظبطت الدنيا. وعما جبت سندوتشات لمازن زي ما قلت لكم. هنا ملك قالت لي انا عايز شاي بلبن وبسكوت. يا بنتي هو ده غدا؟ عماتك جايين، طب عايزين ناكل؟ قالت اهو انا عايزه شاي بلبن وبسكوت. يا بنتي طب نبعت نجيب سندوتشين حتى شاي بلبن وبسكوت. كان حاصل كمان كنت جايبه سندوتشات من عند ابو كمال الصبح وضايقوني جدا، باعتين البطاطس وحشه 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 فوق ما تتخيلوا. فاتصلت بيهم قلت له بص انا يعني انا هرميه في الزباله، سوري يعني اعزكم الله. قال لي لا والله ما تزعليش. قلت له انا لو جايبه بطاطس تحمير من على الرصيف هتطلع احلى من كده، انتوا بعتلي البطاطس محروقه. طب الولاد ياكلوا ايه؟ وفعلا مازن والله ما اكل، والبنات هناك برضو سابوا سندوتشاتهم، لاني كنت جايبه سندوتشين بطاطس وباكت بطاطس. فيعتبروا البنات برضو ما كلوش سندوتشاتهم، ومازن ما كلش الباكت بتاعه، فالحمد لله. فاتضايقت منهم جدا، فما كنتش مقرره ان انا اجيب من عندهم النهارده بصراحه. فملك قالت لي انا عايزه شاي بلبن وبسكوت. قلت لها يا بنتي والضغط؟ قالت لي يا ماما ان شاء الله خير يعني ما تقلقيش. بتصعب عليا لما اكون نفسها في حاجه وما اعملهاش، يعني هو حسب النفس بقى. قلت لها حاضر. قالت لي ولو جوعنا نبقى نبعت نجيب حاجه. قلت لها حاضر. يا بنتي عمتك هيجوا يسهروا معانا وعمك وجاي ومرات عمك، طب هنقعد ايه نعمل ايه؟ قالت لي لا هو انا عايزه كده. بس قعدت انا وهي بقى ناكل كده. ومازن كان في الحمام وعلي كان بيكلمنا. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني في فيديو جديد وبسلامة الله يا حبايبي.